السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في وصفة جديدة من وصفات زينب كيتشن. في هذا الفيديو راح نحضر معكم تحلية الكؤوس بالفراولة ولا كريم باتيسير على طريقتي. إذا عجبتكم وحبيتوا تجربوها تابعوا معي الفيديو للأخير، خليوا لي أكبر عدد من اللايكات، ما تنسوش الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. بالنسبة لهذه التحلية عندي 300 مليلتر من الحليب السائل، نحطه فوق نار يسخن. من جهة أخرى نحط صفار بيضتين مع 3 ملاعق كبيرة سكر، نزيد لافاني ونخلط الكل حتى يمتزج السكر مع أصفر البيض. نزيد عليهم ملعقتين كبيرتين فرينة ونكمل نخلط مليح بالفوي حتى يمتزجوا المكونات مع بعض. نجيب الحليب الساخن نفرغ شوية ونخلط بسرعة دون توقف. ونعاود نرجع الكل في الكسرونة ونحطهم فوق نار متوسطة حتى تعقد الكريمة. نبقى نحرك حتى نشوف فقاعات، نحيها من فوق النار ونفرغها في صحن واسع ونغطي السطح ببابي سيلوفان ونخليها تبرد. في كؤوس تقديم نحط طبقة من البسكويت المنحي ونزيد نحط فراولة من الجوانب، قطعتها دوائر كما راكم تلاحظوا، ونزيد الكريمة اللي تكون باردة نديرها في اون بوش ونعمر لي فيغين تاعي. وفي الأخير نزين بالفراولة وندخلها للثلاجة تبرد حتى وقت التقديم. بالنسبة للمقادير داروا لي 3 كؤوس، إذا حبيتوا كمية أكبر ضعفوا المقادير فقط. إن شاء الله تكون عجبتكم هذه التحلية البسيطة والسريعة وإن شاء الله تجربوها. في الأخير ما بقى لي نقولكم تهلاو في رواحكم، إلى وصفة أخرى، مع السلامة.